السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله باذن الله غنوجد معكم هذا البطبوط هذا. فين ما جيت عند اختي تبغيه كتقول لي صاوبيه لينا، فبسم الله على بركة الله. الى طريقة التحضير وجبة الفطور او الكوتي، كيجي هشيش وخفيف. فبسم الله على بركة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. خديت انا 2 كيسان ديال الطحين الفورس، 3 الكيسان عفوا ديال الطحين الفورس، واحد فينو وشويه الملحه وشويه الخميره. كنعجنوها هكا بهذه الطريقه هذه. انا كندلك وكنزيد في الماء حتى كنحصل على واحد العجينه اللي هي مرخوفه ورطبه ومدلوكه في نفس الوقت. الصراحه هذا البطبوط هذا واخا كيكون مقلي ما كيشربش الزيت، كيجي خفيف وناشف. كندهنها بالزيت هكا وكنغطيها وكنخليها كتخمر صافي. وبعد ما كتخمر كندوزو باش غادي نقرصها. كندهن يدي بالزيت هكا نحيد نخرج منها الهواء هكا. كنقطعها كويرات على حساب الحجم اللي نتوما بغيتو، كبار متوسطين صغار. انا درتهم متوسطين صافي. وكنرش السطح العمل هكا طحين وكنقرصهم هكا، ما يكونوش غلاظ وما يكونوش رقاق ثاني بزاف صافي. وبعد ما كنخليهم 10 دقائق كندوز باش غنطيبهم. كندير شويه الزيت كتسخن صافي، وكنحطهم الخبيزات ديالنا. كنبقى ندور فيهم هكا حتى كيتحمروا هكا. كنقلبهم باش تيقلاونهم كيفاش جا صافي وكيطيبوا. كنحيدهم هكا ونستمر تنكمل الكميه اللي عندي. وها هو الشكل النهائي ديال البطبوط ديالنا اليوم. نتمنى يعجبكم والسلام عليكم ورحمه